بيع المريض بالعراق صار علني بالمستشفيات الحكومية، ومعلومات تهز القطاع الصحي. أحكي لك على هذا بيع المرضى نفس الشيء. بيع المرضى شلون؟ طبعا بيع المرضى، تدري اكو اطباء خصوصا بهم اختصاصات معينه ابو الاسعاف يتفق وياه ابو الاسعاف. بعد هالكلام اكتشفنا شلون يتم بيع المريض عن طريق اتفاق الأطباء مع أبو الإسعاف حتى ياخذونه ويبيعونه. بس وين يبيعونه وشلون يبيعونه؟ كمل وياي. موجود داخل المستشفى قايل باوع هنا اشتغلت تدلل العمليه هذا، بس هلا اقول لك سالفه، ترى هذا البلاتين موجود هنا عندنا حديد وزنجر، فاذا تريد تروح تشتغله روح ثاني مستشفى اهلي. وهسه عرفنا الطريقة، مثل ما قال الدكتور أحد أقاربه دعم له واحد ووداه المستشفى الحكومي، ولأنه قارب الدكتور عندهم معارف قالوا له يابا هنا المريض اللي يجينا نخلي له بلاتين حديد، لأن احنا المستشفيات الحكومية ماكو اهتمام ولا عندنا أي دعم، واللي يجينا أغلبهم يموتون بسبب الالتهابات اللي تصير لهم والإهمال والدواء الفاسد. بينما لو تريد تضبط شغلتك وتحافظ على حياته وديه لأي مستشفى أهلي، خلي له بلاتين يوم صحي وهيجي تنقذ حياته. وهذه المصيبة والكارثة اللي اكتشفناها أيضا إن هم ما يقولون المواطن وعائلته ولا يبلغون المريض بالنيابة احنا راح نستخدم لك هيجي بلاتين يوم أو هيجي علاج أو هيجي بنج، وإنما يجيبونك يحطونك على سدية الموت وسلم لي، وانت هنا عبالك السبب إنه انت ما قاومت أو ما عندك مناعة. وهذه هي المصيبة والكارثة الكبرى يا شعبنا. وحتى نقدر نتخلص من هذا الفساد لازم نبدل كل الأطباء، مو هم كلهم، لكن تخرجوا من شهادات خارجية اشتروها، واللي طالعين من هاي الجامعات الأهلية والفساد، واللي جابوها بالرشاوى وصعدوا وصاروا دكاترة. ترى مو كل دكتور وعنده شهادة طب يستحق هذا المنصب بالعراق، ولازم هنا نبلش بوزارة الصحة اللي هي الطامة الكبرى وأكثر الوزارات فساد بالعراق. حتى نقدر نحقق هذا الشيء أيضا أقولها المرة الألف لكم، ما يتحقق التحرير ونقضي على الفساد إلا بثورة مسلحة نقلعهم ونسحلهم وناخذ حقنا بإيدينا. كافي خوف وذل. وحياكم الله، وأنا ماجدة في جيش أسد صدام، ودمتم في أمان الله.